برضه وحاجات لا حلوه هو لو راجل يعني بيحب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك امشي عادي، ده انا المفروض ادفع فلوس، لان انا سبت لهم خراب مستعجل. انا مخرجهم من 5 بطولات يا فاروق. انا بجلاله قدري البروفيسير اللي الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، لو انا بجد في حق نادي الزمالك والله ادفع فلوس. قال لهم خدوا $100,000 مقابل ال5 بطولات اللي انا طيرتها منكم، انما وهو ماشي واخد $200,000 وتقول لي اتنازل عن، يا راجل حرام عليك يا راجل والله مش عايزين بقى نقول. هل ممكن نادي الزمالك الفتره الجايه يعني يتغير فيه شيء؟ عايز يتغير فيه شيء، لازم حاجات كتيره تتغير من فوق لتحت. ابني بقى، ابني يعني هات الراجل المناسب في المكان المناسب. وانا دايما بقولها، انت خلاص انت دلوقتي مثلا كل الاحترام لامير واحمد في موضوع الصالات وموضوع الكوره، انا لو من امير لازم اقدم استقاله بجد. تغيير اداري قصدك كابتن كامل؟ طبعا طبعا، واجيب بقى ناس يعني شغلتها دي، واخد بالك، انما مش صعب. دي رقم ده رقم واحد في الاصلاح. وعشان ان انت تبقى افضل رئيس نادي من وجهه نظري